اكيد اتقالك قبل كده انك ما تلعبش على جهاز الليج اكستنشنز بعد عمليه الرباط الصليبي، لان ده بيعمل ارتخاء في الرباط الصليبي وبيخليه عرضه لانه يتقطع اسرع بعد كده. بس في الحقيقه دي كانت خرافه زمان وانتهت خلاص، ودلوقتي بقت كل الابحاث اللي اتكلمت في الموضوع ده بتقول ان مفيش اي حاجه اسمها كده، وانك تقدر عادي جدا تلعب على جهاز الليج اكستنشنز طالما قادر تعمل ده ومفيش وجع شديد. وكمان في الابحاث اللي هتظهر قدامك دي هم لقوا ان الناس اللي بتبدا بالليج اكستنشنز بدري بتبقى عضله الاماميه عندهم اقوى من الناس اللي بتبدا ليج اكستنشنز متاخر. ومفيش اي فرق بين الاتنين في ان ده الرباط الصليبي عنده اتقطع متاخر او ده الرباط الصليبي عنده اتقطع بدري. الاتنين زي بعض بالظبط، بس الفرق ان اللي بدا بدري في الليج اكستنشنز عضله الاماميه عنده بقت اقوى من التاني. فاللي بيحكم في اننا هنبدا ليج اكستنشنز ولا لا هو درجه الفرد بتاعت ركبتك واصله لحد فين، والالم اللي بتحس بيه لما بتيجي تفرد ركبتك، وكمان قوه العضله هل هي مؤهله لده دلوقتي ولا تستنى شويه. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس تحت.